عارفه البتنجان مليان حديد، تمام؟ هل هو فعلا في الحاجه اللي تسبورت مي بس هو مش قابل للهضم؟ بقول لك البتنجان مليان حديد. ايوه ما هو ده معروف. طب ما الذره اللي قدامك دي مليانه حديد. بس الحديد مش هاكله. اشمعنى ده مش هتاكليه؟ يعني اشمعنى المسامير مش هتاكليها وتاكل البتنجان؟ سؤال. علشان اكيد لا مش اكيد، ردي عليها سؤال منطقي. جه طفل في عيلتكم قبل بسمه هو المسمار مش فيه حديد؟ يا لولو ما باكلوش ليه؟ والبتنجان فيه حديد؟ يا لولو باكله ليه؟ رد انت عليه بس. ما تردي عليه. طب اوكي، هي مش عشان المسمار، عشان المسمار هيعورني والبتنجان هيعورك بس هي دي الاجابه. يعني ما فيش حاجه من اللي انا منعتها فيها فايده واحده اصلا، والا لو كان فيها فايده ما كانش جالي العينين كم العينين دول على مستوى العالم كله. ماشي بس والنهارده كل الدراسات بتقول، وهنزل، ما انت قلت لي ما تنزلش اللينكس لحد ما اقول مش عارف ايه وتمبلت. النهارده في دراسات وبتتبعت لي بقى من الفانز، يعني الكابج اللي هو الكروم طلع عليه دراسات ان هو سام اصلا. النهارده طلع دراسات النهارده تاريخ 2023 ابريل. فاهمه؟ ده اللوجيك اللي بيتكلم. حاجه بسلقها ريحتها بتقلب المنطقه مش العماره. الله، هتعمل ايه ببطن حضرتك ان شاء الله؟ ده انا مره واحد طلع لي على اللايف بيقول لي ايه؟ ده مليان انتي اوكسيدنت. يا ابني ده اوكسيدايزنج مش مليان انتي اوكسيدنت، ده مؤكسد مش انتي اوكسيدنت. ده يخرب قولونك بالطول. على فكره انا والدي جاله السرطان بسبب الخضروات، اللي كان طول عمره ياكل خضروات. وجبنه القريش. والزفت القريش. والجبنه القريش يا لهوي على الجبنه القريش واللي حصل فيها. ده ما اعرفش مين اللي اخترع الجبنه القريش، ده كان راجل اكيد متعب. عملها على حصيره، عملها على حصيره، جاب حصيره وحط عليها الكاسين وطفحولي. يا بنتي ده بتعفن على رف الثلاجه في الفريزر والله. بتعفن على رف الثلاجه، يعني بدرجه حراره 2 أو 3 بتعفن. حضرتك في مائة حاجه اللي هي 38 درجه مئويه هتعمل ايه؟ وهي قاعده راقده. اصل خلي بالك دي بتتبلع بسلاكه المواعين اللي هي وتزقي، ما بتضحكش. ايوه نحط زيت ونحط حاجات يعني انت جايبها عديمه الفات عشان تحط زيت. شوف الاستفزاز، زي الخياره. يقول لك يوم ازاي الدنيا زي الخياره تاكلها؟ قشرها عشان ما يجيلكش امساك. طب اكلها ليه حضرتك طالما هي فيها مشكله؟ في فايده ايه في بذر الخياره؟ طب السبانخ مليانه حديد. عمر ما حد دكتور قال علاج الانيميا في السبانخ لانها لنا امتصها، ما حدش قال ليه.